اكثر من 3 خطا، وشفنا ناس تسوي 3 و7 و10 و15، هذا كله خطا. زين متى الكوتش يصير مدرب؟ هو قبل لا يصير كوتش يكون مدرب، هو لازم يكون مدرب خلص تدريب وعدى مرحله المتقدم، بعدين يصير كوتش. ايه عرفت؟ ايه لازم اول شيء يكون مدرب عشان يكون كوتش ناجح. لازم اول شيء يصير مدرب ويدرب دورات. الاصعب السابق، الاصعب نعم. الكوتش ولا المدرب المتطور؟ الكوتش. نعم الكوتش. لا شوف ما في اصعب، انا مو مؤمن بكلمه صعب. طاقور الفيلسوف الهندي شنو يقول؟ يقول المستحيل مستحيل الوجود الا في عقول العجزه. الشخص العاجز ما في شيء اسمه صعب. انا ممكن خلال 5 ساعات اقدر اكتب موضوع، انت ممكن 15 ساعه، واحد بنص ساعه، فبالاخير كلنا بنكتب موضوع. وصلت لك الفكره؟ انا ممكن خلال سنه او سنتين اكون مدرب محترف، واحد 10 سنين، واحد من اول دوره يسمونه مدرب محترف. هي قدرات، لكن اصعب انا ما عندي اصعب. اما لا تقول لي افضل شرح احلى متعه اكثر كممارسه، الكوتش. هني يعني انت لما تقعد مع كوتش وتتناقش معاه، دائما الكوتش يكون عنده علم، غزاره علميه. ممكن المدرب يكتفي بمعلومات عنده، يعني مثلا يقرا كتاب عن الابتسامه ويطلع منه ملخص ويسوي دوره، ما يعرف عن الابتسامه الا كتاب او كتابين. اما مثل الكوتش اذا بيسوي شيء عن الابتسامه على الاقل يكون مار عليه اكثر من 30 كتاب، مار عليه محاضرات داخل طالع. يعني حتى اعداد الدورات انا مسوي اكثر من 70 دوره تقريبا. اصعب دورات اللي سويتها دوره المراسل الحربي، ايوه، دوره قياده الراي العام، ودوره الكوتش. انا دوره الكوتش قعدت تقريبا اعدادها عندي ما يقارب من 2 و3 سنين. ليش؟ على اساس اني كنت ابي اسويها دوره كامله، شرح مفصل تختلف عن باقي الدورات. فالكوتش متعتها اكبر، شرحها احلى، ولما تقعد مع عميل وتتواصل معاه انت تكتسب خبرات جديده، تكتسب معلومات جديده. فالكوتش دائما يتطور ايضا من خلال العميل. فرق العميل عن المتدرب، المتدرب داخل يبي ياخذ الدوره ياخذ شهاده، العميل لا. المتدرب داخل يبي ياخذ مهاره ممكن يطبقها ممكن ما يطبقها، العميل لا. بالكوتش هو داخل يبي حل مشكله، ما يهدك الا لما تنحل مشكلته، او يكتسب المهاره اللي يبيها ويمارسها بعدين يهدك. فهذا الفرق بين الاثنين. ما شاء الله، الله ينور عليك. الله يسلمك. وان شاء الله استفدتوا من المحاضره والكلام الاستاذ محمد شمس الدين، وان شاء الله لنا لقاء اخر ان شاء الله يعجبكم تستفيدوا منه. حياك حياك وتشرف. حياك. انت شلون هذا الخبير؟